السلام عليكم. النهارده وزير خارجية إيران وصل مصر لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده لغز على فكرة يخليك تفكر. النهارده بالظبط وبالتحديد الإعلام الأوروبي بيتكلم زي ما هقولك كده بالنص إن مصر داخلة صفقة سلاح، إن الجيش المصري عاوز يمتلك نوع من أنواع السلاح ده. لو الجيش المصري امتلكه هيخلي الجيش المصري في مكانة تانية. هما مركزين معانا الإعلام الأوروبي ليه؟ خايفين من الجيش المصري وقوة الجيش المصري. أنا عاوز أوصل رسالة لكل الشعب المصري. انت ممكن تتفق معايا وما تتفقش معايا، دي حاجة براحتك يا باشا، وعلى دماغي ورأيك على دماغي. هو ليه انا كل ما اطلع في اي فيديو اقول لك اقف في ظهر جيشك، اسند جيشك حتى لو بكلمة، اسند رئيس بلدك حتى لو بكلمة، الاقي كمية تعليقات سلبية كده مش بتعجب اي حد؟ ليه؟ هو انا لما اقول لك حب وطنك وحب جيشك وحب رئيسك يبقى ده حاجة غلط؟ لا والله بالعكس. انت نسيت اللي رئيسك عمله. رئيسك ده هو اللي حط خط احمر كده لتركيا بالنسبة لموضوع ليبيا. قال له لأردوغان المنطقة دي عليها خط أحمر، لو تخطيتها الجيش المصري هيتدخل. بالفعل هو الوحيد اللي رضع تركيا ورجعها مكانها. نسيت الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل ايه في سيناء لما حارب الإرهاب؟ خلى الجيش كله يطلع، وناس بتستشهد من الجيش اللي هو ابني وابنك أو أخويا وأخوك أو أبوك أو أبويا، واستشهدوا في سبيلنا. الناس دي طلعت حاربت في سيناء ليه؟ حاربوا الإرهاب ليه؟ عارف حاربوهم ليه؟ حاربوا الإرهاب في سيناء قبل ما يتوغلوا يدخلوا جوه هنا المدن، عشان لو كانوا فعلا نجحوا في مخططاتهم ودخلوا جوه المدن يا باشا، كنت هتسمع كل شوية تفجير هنا وفلان مات واغتيالات، وتلاقي التفجير ده جماعة مش عارف ايه، والبلد تلاقيها اتقسمت. جماعة فلان الفلاني بتاعوا مسؤوليتها عن التفجير اللي حصل مش عارف فين. الحمد لله احنا عايشين في امان. بص للامن والامان اللي انت فيه، بص انك بتخرج كده، بلاش انت راجل شاب على دماغي، بص ان امك وامي بتخرج كده والحمد لله بترجع في سلام. البلد الحمد لله في امن وامان، احمد ربنا. فببص على التعليقات اللي بتيجي بلاقي كمية تعليقات سلبية. ليه؟ عشان بقول لك حب وطنك، حب جيشك، اقف في ظهر رئيسك وادعم رئيسك حتى لو بكلمة، لو هتخرج تقول تحيا الرئيس تحيا الجيش المصري. ليه كمية التعليقات؟ ما علينا. الجيش المصري النهارده يا جماعة داخل صفقة ان شاء رب العالمين تتم بإذن الله. الصفقة دي لو تمت، الإعلام الأوروبي هم اللي بيقولوا كده مش أنا والله، وادخل ابحث كده، ابحث على أي منصة. لو الجيش المصري امتلك الصفقة دي الجيش المصري هيكون في مكانة تانية. ليه انت بتقلل من شأن جيشك ورئيسك؟ ليه بتقلل منهم؟ جيشك قوي، جيشك عظيم والله. على رغم الحالة الاقتصادية، حالتنا الاقتصادية غير جيدة، انا معاك الحالة الاقتصادية غير جيدة، اوكي تمام، بس على فكرة الحالة الاقتصادية ده على الكل. اوعى تسمع كلام القنوات المضلة اللي بيدلونا زي احمد جويش ده ولا اسمه ايه، ولا محمد ناصر ومعتز مطر، اللي بيركزوا كده على بنود كده. تلاقي يقول لك الشاب المصري مش لاقي شغل. لا يا باشا في شغل والله، والله في شغل. انت شغال ورديه اشتغل ورديتين هتتجوز ده. تلاقي محمد ناصر خارج يقول لك اصل الميه مش عارف غلط. انا هسألك سؤال، انت كمواطن انت حاسس بفرق الميه نقصت؟ انت حاسس ان في ميه نقصت؟ انا من بلد فلاحين والله اللي مليانه ميه، بالله اللي مليانه ميه يا جدعان والله. ثق في رئيسك وثق في جيشك قوي والله، والله جيشك قوي. على فكرة الجيش الوحيد اللي صمت في المنطقة لحد دلوقتي، لولا الجيش المصري والله كانوا نفذوا خطة التهجير دي. والله لو مش الجيش المصري ومعانا رئيس قوي كانوا نفذوا خطة التهجير، كانوا نفذوها يا باشا زي ما بقولك كده. ايوه زي ما بقولك كانوا نفذوها بالفعل وانتهت. ثق في رئيسك وثق في جيشك، خليك قوي. اللي هيوقف البلد ده على رجلها اللي زيه واللي زيك، بايدينا احنا، بايدينا. انت النهارده بتبص على الجيش المصري بيشتري اسلحه، عاوز يطور من نفسه، عاوز يقوي دفاعاته. تبص تلاقي الصين جت عملت معانا مناوره، تبص تلاقي رئيس عبد الفتاح السيسي بيقوي العلاقات بيننا وبين روسيا، بيقويها بيننا وبين الصين، بيقويها بيننا وبين ايران. الراجل منفتح على العالم، الراجل منفتح على العالم، عاوز يخلي مصر في مكانة تانية، وبالله يخليها في مكانة تانية. كل اللي عليكم انكم تصبروا. الحالة الاقتصادية غير جيدة، اوكي تمام، على العالم والله. اتعب على نفسك واشتغل على نفسك واصبر. الجيش بيخوض حكايات سياسية والله كبيرة عليا وعليك، لا مؤاخذة في الكلمة، انا مش ما بقللش منك ولا بقلل من شخصك الكريم، انت على راسي من فوق. الجيش صامد على الحدود،
الجيش صامد على حدود اكتر دولة بتعادينا ما بتحبناش، دولة اسرائيل اكتر دولة ما بتحبناش. وعلى فكرة الجيش الوحيد اللي في المنطقة اللي اسرائيل خايفة منه اللي هو جيشنا. بيحاربونا والله العظيم بيحاربونا. عارف بيحاربونا بايه؟ بيحاربونا مثلا الاعلام اللي زي القنوات المضلة الاخوانية. هم يدفعوا ليهم، بيقبضوا بالدولارات علينا. عجزوا الشعب. عجزوه ازاي؟ العب بعقولهم يا باشا. دخل جوه عقولهم ان البلد واقعة، يبقى مفيش جواهم دافع للحياة. اوعى تفتكر اللي بيطلع في الاعلام زي محمد ناصر او معتز مطر او جويش او اللي طالعين بيكرهوا مصر وبيكرهونا وبيكرهوا الجيش وبيكرهوا الرئيس وبيكرهونا وبيكرهوك والله. عارف دول لو بيحبوا البلد فعلا زي ما هم عاوزين يوصلوا لنا وبيضحكوا على عقولنا، لو بيحبوا البلد كانوا قالوا لنا اشتغلوا، اقفوا جنب جيشكم، اقف جنب رئيسك. حتى لو بكلمة على السوشيال ميديا يطلع يقول انا بدعم الجيش المصري، انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانوا قالوا لنا كده، كانوا قالوا لنا حاجات ترفع من روحنا المعنوية. بس هم ما بيعملوش كده، والله ما بيعملوا كده. عارف ما بيعملوش كده ليه؟ عشان هم بيكرهوك وبيكرهوني وبيكرهوا أهلك وأهلي، بيكرهوا مصر، عاوزين مصلحتهم. الدولارات اللي بيقبضوا الدولارات منين؟ ما احنا نفكر برضو منين؟ من أعداء الوطن، أعداء بلدي وبلدك، أعداء مصر اللي ما بيحبوناش، اللي جوه عقولهم خطة. خلي بالك إسرائيل والدول الأوروبية حاطين مصر بند أول، حاطين مصر قبل الكويت، قبل السعودية، قبل قطر، قبل الإمارات، قبل جميع الدول دي. مصر الوحيدة اللي الحمد لله لحد دلوقتي واقفة على أرض صلبة، والله واقفة على أرض صلبة. هثبت لك بس إنهم الدول الأوروبية والدول العبرية بيبصوا للجيش المصري وبيراقبوا تحركاته بفيديو برضه. هفرجك على الفيديو دلوقتي حالا على قناة تلفزيونية شهيرة والمصدر موثوق منه ان الدول الاوروبية بتتابعنا. يلا بينا نسمع الفيديو ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. وهو ما بدأ يقلق واشنطن بعد الخبر بيقول ان واشنطن قلقانة من الجيش المصري. بصريح العبارة كده قلقانة من الجيش المصري، مش خايفة من التسليح اللي الجيش المصري بيحاول يتسلحه، او الجيش المصري عاوز يطور من نفسه ان يبدأ يصنع. يعني مصر النهاردة حاليا الصفقة اللي ان شاء الله هتتم وبإذن الله هتتم، مصر عاوزة تبدأ بالفعل تصنيع طيارات مسيرة. احنا بنصنع طيارات مسيرة على فكرة. اي نعم الطيارات المسيرة مش مؤثرة جدا في الحرب، بس ليها دور قوي جدا. الطيارات دي استطلاع، بتراقب عن بعد. مصر عاوزة تمتلك حق في تصنيع طيارة مسيرة بتطير لأبعد من 1000 كيلو. 1000 كيلو، يبقى الراجل اللي قاعد بيشغلها كده بينه وبينها 1000 كيلو. الطيارة دي ملهاش صوت، الطيارة ملهاش صوت. الطيارة اللي مصر عاوزة تمتلك حق تصنيعها. ومش بس كده، الجيش عاوز يمتلك حق تصنيعها ويصنعها ويصدرها للخارج. يعني الجيش عاوز ينهض، الجيش عاوز يعمل، يبقى في حاجات حلوة للبلد. يعني الجيش واقف صامد، الجيش الحمد لله حمينا من بره، احنا مش معرضين للاختراقات. طب انت سمعت عن تفجيرات ارهابية في مصر؟ لا، انا ما سمعتش وانت ما سمعتش، ولو قلت سمعت يبقى المصدر بتاعك كذاب كاذب. عارف ما سمعتش ليه؟ عشان الحمد لله قضينا على الارهاب، قضينا عليه والله قضينا عليه. في كتير هيقول لك النغمه اللي الجيش المصري ماسكها واللي الشعب المصري ماسكها الحمد لله، ده احنا ما بقيناش شكل دوله مش عارف ايه، ده احنا ما بقيناش شكل دوله ايه. وفي يقول لك ده الدول اللي كانت واقعه دي نهضت وقامت. لا يا باشا، ما نهضتش ولا قامت. في تحكم كامل، تحكم كامل. الدول الاوروبيه بتتحكموا في الدول دي. عندك مثلا سوريا، الشعب السوري على راسي من فوق. انا بتكلم على اللي ماسكين سوريا الحاج. الشارع، انا هوري لك صورة دلوقتي والشرع بيوطي ويقبل ايد ترامب. يا للمهزلة، يا للمهزلة والعار. الشرع طالع في تصريح تلفزيوني سوري بيقول احنا بيننا وبين اسرائيل اشترا حاجات مشتركة بيننا ضد الاعداء بتاع سوريا واسرائيل. ازاي بقى؟ يعني مثلا ان سوريا واسرائيل دولة واحدة،
زي ما بقول لك بالبلدي دولة واحدة، سوريا وإسرائيل دولة واحدة ضد أعداء تانية. تقصد مين يا شارع؟ تقصد مين؟ تقصد مين أنت؟ هي إسرائيل دلوقتي هدفها مين؟ ما دولة من الدول العربية. إسرائيل بتحارب مين دلوقتي وبتهجر مين؟ أهل غزة. يبقى الشرع ده بيحبنا؟ قنوات المضلة الإعلامية طبعا طالعين بالشرع ده القلعة ازاي يا باشا، ده حرر سوريا، ده هيبني عماير في سوريا، ده هيطلع بناطحات سحاب الأبراج، ده يعمل اللي ما اتعملش. لا والله، لا والله، كل ده كذب. أنا عاوزك، أنا بناشد المواطن المصري، المواطن المصري اللي كال وتربى في مصر، اللي فاهم معنى إيه الوطن. أنا بكلمك أنت، ايوه بكلمك انت، حب وطنك. عاوزك تفكر بعقلك. هم عاوزين من مصر ايه؟ عشان اكون صريح معاك، هم نفسهم من قديم الازل ياخدوا مصر مننا. نفسهم من زمان جدا يدخلوا مصر، ياخدوا نيلها وياخدوا خيراتها وثرواتها وارضنا، ويغتصبوا شعبها ويهجرونا. نفسهم يدخلوا مصر عشان اجيبها لك على بلاطه كده يا باشا. هم مش فارق معهم اي دولة عربية قد مصر، لان عارفين الجيش الاقوى في الشرق الاوسط هو مصر، فهم بيحاربوا الجيش الاقوى في المنطقة بالاعلام. صدقني والله مصر دي هتقف على رجليها، قسما بالله هتقف بيك انت وبي انا، والله تقف بيك انت وبي انا وبرجالتها وبشبابها. قسما بالله الشعب المصري ده على استعداد ان يضحي عشان الارض دي باخر نقطة في دمه. اسأل نفسك سؤال كده، الرئيس السيسي سواء تتفق معاه او تختلف، ده رأيك ليه، ده رأيك لنفسك، بس ثق فيا انت معاك رئيس قوي. قسما بالله رئيس قوي وجيش قوي. ثق في رئيسك وثق في جيشك. الرئيس السيسي لو طلع بكرة في خطاب وقال احنا بنعمل تعبئة للشعب عشان طالعين نحارب، والله انت اول واحد هتطلع وهتطلع قبلي. والله حارمنا حارم رجاله ممكن يطلعوا قبلك وقبلي، ونقف في وش المدافع عشان نحافظ على الوطن، لان الوطن ده غالي. ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيستشهد في سبيل الوطن داخل الجنة. يعني وطنك غالي. يعني انا لما اطلع اقول لك الوطن ده غالي، الاقي فيه تعليقات تهاجمني، تعليقات من كونتات الله اعلم خارجيه، قنوات خارجيه الله اعلم انا معرفش، تهاجمني ويقولوا لي شوف الرئيس بتاعك بيعمل ايه، شوف جيشك بيعمل ايه، وشوف جيشك بيبيع ايه، بطاطس وبيبيع ايه. انت مالك؟ خليك في دولتك، خليك في دولتك يا باشا واتكلم عنها. انت مالك؟ انتوا عاوزين تفرقونا وتشتتونا ليه؟ احنا والجيش والرئيس والشرطه ايد واحده. الشعب هو الجيش. ما هو الجيش ده مين؟ اخوك واخويا، ابوك وابويا، ابن عم وابن عمك، ابن خالته وابن خالتك. يعني الجيش انا وانت. الرئيس ده مين؟ ابن الجيش. قسما بالله لولا الرئيس السيسي والجيش بتاعنا كانوا نفذوا خططهم من زمان. عيب انك تقلل من شأن جيشك ورئيسك. عيب انك تقلل بالفعل من شأن جيشك ورئيسك. رئيسك رئيس قوي، جيشك جيش قوي. كل الاعلام العبري والاعلام الاوروبي متابعين الجيش المصري، هو الوحيد متابعيننا احنا. بس ليه؟ عشان عارفين ان احنا النقطة القوية في المنطقة، عشان عارفين ان احنا اقوى نقطة في المنطقة. عاوزين يهزونا يا باشا، بيهزونا بالاعلام الكاذب الفاسق، اعداء الوطن اللي ما بيحبوناش. يا سلام بقى لو الاعلام الكاذب ده لقى نقطة كده طلع اشاعة كده عن مصر من مصدر خارجي كده، هتلاقيهم ماسكين فيها وبيحللوها والحق ده مش عارف ايه والحق ايه، زي مين؟ معتز مطر ومحمد ناصر وعلي جويش، ولا اسمه ايه ده بتاع قناة مؤخرين ولا مقدمين دي، ولا محمد علي اللي طالع من يومين يقول لك انا بناشد الشعب المصري الوطني الكريم انهم يطلعوا 30/6. نطلع نعملها يا محمد علي؟ ولا محمد ناصر اللي يقول لك عاوزين نعيد العيد.
نعيد العيد عشان نخرب البلد؟ احنا مش هنخرب البلد، احنا هنوقف البلد على رجلها بشبابها ورجالتها، وهنطلع نقول انا بدعم الجيش المصري، انا في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ام الدنيا. يحيى الجيش المصري العظيم، يحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحيى الشعب المصري العظيم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.